رسالة للأمة السودانية من شخصي الضعيف. أقول بسم الله إلى الشرفاء الأنقياء الأتقياء الأوفياء من جماهير الأمة السودانية. بهذا أعلن أنا المواطن السوداني الرؤوف السيد الذي عاصر تاريخ السودان منذ الاستقلال وحتى حرب الوجود، ومن خلال دراساتي وتتبع المسار السياسي والأطماع التي تتربص بالوطن، أدعو إلى حل جميع الأحزاب السودانية، يمينها ويسارها ووسطها، فقد سقطت في وجداني منذ زمن، ولا يراودني الشك في أنها سقطت في وجدان الشعب السوداني بعد أن تعرت أمامه. فالحزبية في مجتمعنا خيانة للوطن، مثلها مثل العنصرية والطائفية والقبلية، تمزق وتفرق ولا تجمع، تفسد وتخرب ولا تصلح، تتآمر وتهدم ولا تبني، تهمها مصالحها تقدم هذه المصالح على مصلحة الوطن، تكيد لبعضها والمواطن آخر اهتماماتها. جعلت من الاستقلال زيفا وجعلته استغلالا بالغير، تكشر عن أنيابها عن طريق جندها المرتزقة في سبيل أن تحكم وتتحكم في هذا الشعب الذي صحى من غفوته أخيرا وارتقى فيه الحس الوطني، فامتشق جميع أسلحته لتطهير التراب، وكان الحضور بعد الغياب لتحقيق الاستقلال الحقيقي، غيرة على هذا الوطن وحفاظا عليه. الشعب المسلح وصحوة الشعب والتداعي والتنادي لحمل السلاح غذف الرعب في قلوبهم، فتسارعوا لاهثين صاغرين منهزمين يقبلون يد من وصفوه بأنه قائدهم أو أميرهم المنتظر. كما أدعو من على هذه النافذة، كما دعوت قبلا إلى قيام الولايات المتحدة السودانية وإلى انتهاج الديمقراطية المجتمعية لتصعيد أكفأ من فينا وأشرف من فينا وأنبل ما فينا، ليكون الشعب سيد نفسه وصاحب قراره، مسترشدين بأطروحة المستشاريات من عقولنا المهاجرة لإسناد هذا الوطن وليكون علما بين الأمم. وأرى أن الدرس قد انتهى، فلن يقبل هذا الشعب العظيم التواق للحرية والسلام والعدالة، لن يقبل أن تتلاعب به الأحزاب الذين يمتطون العسكر أو حتى مرتزق، لا يهمهم. ولن تتم عدالة بما يكررونه دائما، عفى الله عما سلف. ولن يقبل الشعب السوداني أن يعيش على هامش التاريخ وتحت قدميه ثروات في باطن الأرض وفوقها. ولن يقبل بعد اليوم أن يكون قطيعا يسلم نفسه وسيادته لأفراد مهما على شأنه. فالثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب عن طريق الديمقراطية المجتمعية. أقول هذا في 6 يناير 24.